بتشيلوا الإعلان بتاعي وتقولوا عندنا بنات بتمشي في الشارع؟ هو أنا جيت جنب البنات؟ ده أنا أكتر ممثل احترمت المرأة في أعمالي الفنية، وعمري ما لمست أي زميلة. أمال لو كنت سمعت كلام الشركة المنتجة وعملت الإعلان زي ما هم عايزين كنتوا عملتوا فيا إيه؟ والله ما قلت حاجة وحشة، ده إعلان كيكة، انتوا مرضى نفسيين، سيبوني أشتغل. ده كان رد الفنان حمدي الوزير على آخر إعلان عمله، واللي صحينا من النوم لقيناه مغرق شوارع مصر. الإعلان كان عبارة عن صورة حمدي الوزير وهو بيغمز وجنبه جملة ليك في الكيك. الإعلان لو أخدناه بحسن نية فنقدر نقول إنه حملة إعلانية تشويقية عشان الجمهور يبدأ يفكر يا ترى ده إعلان إيه. لكن تقريبا كده الموضوع وسع من شركة الإعلانات شويتين، هو ده لأن الجمهور استقبل الإعلان بسخرية وغضب، وشافوا إنه بيحمل معاني وإيحاءات جنسية، وطالبوا على السوشيال ميديا بإزالة الإعلان من الشوارع ومحاسبة الفنان حمدي الوزير وشركة الإعلانات كمان. وبالفعل من كام ساعة تمت إزالة إعلان حمدي الوزير من الشوارع كلها. ولأن انتقاد الجمهور تعدى إطار السوشيال ميديا، طلع حمدي الوزير عشان يرد على منتقديه وقال: دي أول مرة أعمل إعلان، والناس كلها عارفة إني برفض أي شغل مبتذل، وأنا مش شايف إن الإعلان فيه أي إيحاءات. كل اللي شاف عكس كده مريض نفسي، والانتقاد ده عبارة عن حملة إلكترونية ضدي، خصوصا إن البوستر ده مجرد دعاية تشويقية للإعلان اللي لسه منزلش. واتهم حمدي الوزير كل الناس اللي انتقدت إعلانه إنهم مرضى نفسيين، لأنهم مش عارفين يفرقوا بين التمثيل والحقيقة. وقال: أنا أكتر ممثل احترمت المرأة في أفلامي، وعملت أعمال كتير ناقشت فيها العنف ضد المرأة، زي فيلم المغتصبون اللي أخدت عليه جوائز كتير جدا، وفي أفلامي عمر ما لمست أي زميلة، إزاي تتهموني إني بروج للتحرش؟ وأكد حمدي الوزير إن جملة الإعلان اللي هي يعني ليك في الكيك صريحة جدا، لأنه إعلان لشركة حلويات، فليه الناس بتقول إن عندنا بنات وأمهات بتمشي في الشوارع؟ وإيه يعني لما يمشوا؟ هو أنا بعمل حاجة في البنات ولا جيت جنبهم والعياذ بالله؟ والبنات دول إخواتنا، والصورة ما فيهاش أي حاجة. أمال بقى لو سمعت كلام الشركة المنتجة للإعلان وحطينا صورتي في الفيلم كنتوا عملتوا فيا إيه؟ قولولنا إيه هي شركة الحلويات اللي قررت تعمل إعلان حمدي الوزير ده، وهل فعلا قصدهم بريء والناس اللي تفكيرها راح في السكة الغلط، ولا ده كان قصد شركة الحلويات من البداية؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.